تألق فتوح دي مشكلة لنادي الزمالك وربنا اهو اتفرج يا عم. الصحف العالمية كلها بتتغنى بفتوح واللي عمله في مباراة مصر واسبانيا واللي عمله في يامال. ده كان عين يامال في جيبه اكنه سيجارة عينها في جيبه كده ولا اكنه موجود. فتوح عمل مباراة كبيرة، كل الناس اللي كانت قاعدة تتكلم ان فتوح اول ما ينزل قدام يامال ده يامال هيقطعه بقى وهتلاقي شوارع في الجنب بتاعه وفتوح مش هيكون موجود وهيغسل بيه الارض والكلام من ده. بص، كل اللي انا قلته ده العكس. مفيش مرة يامال قدر يعدي من فتوح في المباراة، مفيش التحام واحد كسبه يامال قدام فتوح. فتوح كل مرة يبهرك في المباريات الكبيرة، كل مرة يعني ايه تقول عليه لاعب كبير في المباريات الكبيرة. ما نسلاهوش برضك مباراة قدام حكيمي في المغرب، قدام المغرب عمل كل حاجة في الكورة. النهارده برضك هنرجع بعدها بسنتين ثلاثة أربعة قدام يامال اللي هو أحسن لاعب في العالم اللي مكسر الدنيا اللي بيهين أي حد قدامه. فتوح كان عامل ايه معاه؟ كل دي برضك ما يبعدش ان اسلام عيسى كان بيسانده في الدفاع والكلام من ده، بس فتوح اللي بيعمله يبهر العالم. خلي كل الصحف العالميه النهارده بتتكلم على فتوح، على تألق فتوح. هو فين يامال؟ يامال كان فين في مباراه مصر واسبانيا؟ يامال جه المباراه 45 دقيقه عبقريه من فتوح، منع الميه والنور عن يامال. يامال يعتبر ما جاش المباراه في الشوط الاولاني. النهارده يامال كل تركيزه كان ازاي يعدي من فتوح، بل فتوح هو اللي كان متألق، هو اللي كان بيرقق، هو اللي كان عنده شخصية، هو اللي كان بيطلع بالكورة تحت ضغط، هو اللي كان هادي لما الكورة تجيله وعارف ان هو قادر يلعب اللعيبة ديت وقادر يطلع بالكورة قدام الناس دي. لاعب مبهر في تحركاته، مبهر بيطلعه بالكورة، مبهر بالثقة اللي عنده. لاعب عنده ثقة، يعني بيقول لك مين يامال ده؟ انا اقدر العب على اي حد كورة. النهارده مبهر في كل شيء. فتوح بيلعب بمزاج. فتوح دوت حطه في الماتشات الكبيره ما تخافش عليه. انت تخاف عليه امتى؟ قدام الفرق الصغيره، لما يكون عنده ثقه بزياده بقى. هو مين دول؟ لما هو يكون مش فايق. ساعه ما بقى قائد لنادي الزمالك لا، بقى مختلف. لاعب بقى عنده شخصيه، لاعب بيشتغل المسؤوليه، لاعب بيركز في الملعب، لاعب بيلعب على قوته البدنيه ان هو يزود القوه البدنيه عنده، بيزود الحاجات اللي ناقصه عنده. لاعب مركز بس في الملعب، ما عادش عاوز يظهر، ما عادش عاوز يسهر، ما عادش عاوز اللي هو شغل الجهجهون بتاعه دوت. لا، اللاعب مركز في الملعب، لاعب عاوز يعمل حاجه، عاوز يعمل تاريخ، عاوز الجماهير تنادي باسمه، عاوز يلعب لمنتخب مصر، عاوز يلعب في كاس العالم. لاعب يعني الايام اللي فاتت بيثبت لك ان هو لاعب كبير، لاعب يستحق يلعب في كاس العالم، لاعب احسن باك في شمال في مصر ويستحق الضجه اللي كان معمول عليه. هيروح الاهلي ولا يروح الزمالك؟ وفي الاخر الواد اختار انه يلعب للزمالك. لا، تركيزه لما بيكون في الملعب بيكون لاعب غير، لاعب هيفيدك في يعني في كل حاجه. لاعب بيعرف يلعب باك شمال، لاعب بيعرف جناح شمال مواصفات، يلعب في نص الملعب ويطلعك تحت ضغط. لاعب ساعه الضغط اللي عليك يقدر يطلعك بالكوره. لاعيبه قليله جدا اللي تقدر تعمل كده. لاعب في جميع المواجهات قدام يامال النهارده هو عارف هيعمل ايه، لا ولا بيبيع نفسه، لا واقف وعارف هو هيعمل ايه. دايما واقف، يعني ايه، واقف بالجنب كده ونازل للارض عشان يكون السرعات بتاعته بسرعه، يعرف يجري. لو دخل لجوه يامال يجري معاه، لو دخل لبره خد الكره وطلع لبره يعرف يجري معاه. النهارده تشريح الجسم اصلا هو بيدافع قدام يامال يقول لك انه لاعب كبير، لاعب مجهز مذاكر. يامال قاعد بالليل بيذاكره، عارف هو هيعمل ايه، عارف هيطلع بالكره ازاي. فانت يعني المفروض ترفع له القبعه. بس المشكله الوحيده ان احنا حاطين عليه الضوء. الوقت بقى ان احنا نعمل ايه كجمهور الزمالك؟ اللاعب الوحيد اللي عندنا اللي ممكن يلعب في نص الملعب او يلعب باك شمال او يعمل لنا اي حاجه في سنه، يعني اقول لك في السنين الجايه دي، بقى كل الاعلام بيقول لك الوقت هيمشي. يا عم سيبوه لنا يا جدعان، سيبوه.